طاجين الكباب تاعي هاوليك، وصفة تقليدية وناجحة وبنينة، أنني قدمتها لكم هكذا. إن شاء الله تعجبكم، على بالي بلي تعرفوا قاع ديروا. السلام عليكم، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله قاع تكونوا بخير ومهنيين. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معاكم وصفة الكباب على طريقة تقليدية. كباب باللحم، ما كاش اللي ما يحبوه بزاف الناس الكباب. كاين اللي يحبوه بالدجاج، اللي ما عندهاش اللحم ندير بالدجاج. عندي مراس نتاع اللحم، هامليك انا اللحم تاعي تاع الخروف، بصله كبيبره شويه مرحيه هكذا، هذا فيها عود تاع القرفه، معدنوس، واللحم كيما راكم تشوفوا، حبيبه قارص وحبيبه ولد الدجاج. نسحق غير الصفر برك باش نعقد الطاجين ديالي، والبطاطا حسب الرغبه. ما من اللحم اللي كل وحده دير واش عندها، اللي ما عندهاش دير بالدجاج نورمال يديروه يندار بالدجاج. بصح الوصفه الاصليه تجيب باللحم غنمي، ملح، فلفل كحل، شويه زيت، شويه سمن. نبداو بسم الله على بركه الله. نجيب الكوكوطه تاعي، اللحم باش يطيب لي لازم نديرو في كوكوطه. ندير طريفات تاع اللحم ديالي، اللحم تاعي تاع الخروف. ندير شويه زيت، بسم الله، ما نكترش خاطرش البطاطا مقليه، قد ما نحضرو قليل. ندير شويه سمن هكذا، شويه برك باش يمد لي البنه، شويه سمن ولا شويه مارغرين، كل وحده واش عندها. وكي يكون لحم الخروف نقدروا بلا ما نديرو، غير الزيت برك ويكفي. انا عييت هكا ندير اللحم تاعي يتقلى. هكذا نقلي اللحم ديالي، نزيد نخليه يتقلى شويه، ومن بعد ندير البصل والدوزين. دوك ندير البصل ديالي نتقلى معاه، نزيد هذاك العويد تاع القرفه، نزيد شويه فلفل كحل، ما نكترش فلفل كحل. نحب مع الاخر ندير شويه هكذا. شويه ملح، تاني ما من الملح ما نكتروش، المرقه البيضاء ما تحملش الملح بزاف، ما ترفتش الملح المرقه البيضاء. نقلي هكذا كلش، نخليها عاد تتقلى. بعد ودوك نجوز البطاطا ديالي. بطاطا تعرفوا بطاطا تاع الكباب ما تقطعش رقيقه، نقطعوها خشينه شويه، ماشي كيما لي فخيت، لازم تجي شويه خشينه. هكذا. وهذه حميصه طيبه، قبيله نسيت ما وريتها لكمش، نديرها مع الاخر.
اللحم تاعي تقلى عليه بالطبع مع هداك البصل. دوك نمرقو بميها دافية. بسم الله. تيتغطى اللحم ديالي. هاداش البطاطا تشرب، نسحق شويه مرقه. دوك نغلق. الحميصه تاعي طايبه ومن بعد نديرها مع الاخر. لو كان ماشي طايبه الحميصه تاعي نديرها دوكا مع اللحم. الزيت تاعي سخنت. دوك نقلي البطاطا ديالي. بسم الله. باش تبني البطاطا تاعي مليح نقويلها شويه حتى كي تبدا تشد روحها. من بعد نقص هكذا ما نطيبهاش اكتيف تشرب لي الزيت. وما نخليهاش طيب النار قويه كاع حتى الاخر. من برا تحمر ومن الداخل تقعد خضراء. نزيد لها النار هكذا نخليها طيب. البطاطا تاعي طابت. تاع الكباب نخلوها تحمر شويه. منحيهاش صفرا، انا هكذا نحب. هي جينيرالمون تجي هكذا شويه حمرا شويه ماشي كيما لي فخيت باش تجي بنينه. واني درتها في الصفايه باش نكثر لي الزيت زياده هذاك باش ما يجينيش طاجين ميدوم بزاف. انا مازال لي قص مقله واحده اخرى نكملها ومن بعد نكمل الطاجين. اللحم تاعي طاب. المريقه هذيك شوفوا هايلي هذه تكفيني. نحي اللحم ديالي باش كي ندير البطاطا ما يجينيش. ودرت ندير البطاطا ديالي. دوك نعقد الطاجين ديالي. ندير العقده تاعي
ندير شويه مرقه، راني نحيت مرقه بارده. هكذا الصفر تاع حبيبه ولاد الدجاج. ندير شويه قارص باش ينحي القهمه تاع القليان. هكذا شويه قارص هكذا نحركها هكذا. هي دو بريفيرونس كون درتها في بول. ودوك نديرها طاجين، نعقد بها الطاجين ديالي. ندير قبل الحميصه ديالي وتكون طايبه هكذا. ما نحركش هكذا برك باش ما نكسرش هذيك البطاطا. ودركا ندير العقده ديالي. كي تكون كونتيتي كبيره ندير 2 صفوره تاع ولاد الدجاج. خلي الكباب تاعي يغلى غليه ولا 2 ونطفي عليه، نعاود نرجع له الغطاء. طاجين الكباب تاعي هاوليك، وصفه تقليديه انني قدمتها لكم هكذا. ان شاء الله تعجبكم، على بالي بلي تعرفوا كاع ديروا. حنا نديروا لبنياتنا صغار اللي يتعلموا، ونسيو باش ما يتنسوش هاد الوصفات التقليديه. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.